مرحبا صبايا، كيفكم؟ اليوم هنعمل أصابع بطاطا مقلية مقرمشة. طبعا هي بيحبوها الصغار والكبار، ولا أروع من هيك وصفة، وإن شاء الله تعجبكم وتدعموني باللايك. هون عندي حبتين بطاطا نقطعها بهذا السمك، هنحط عليهم مية مغلية ومعلقة ملح، هنغطيها على النار لمدة 5 دقايق، هنرفعها على النار وبدنا هاي النتيجة نص سوا. طبعا هون هنعمل الخلطة. نجيب كاسة طحين، هنجيب شوية بقدونس مفرومين، ونص معلقة ملح، ونص معلقة فلفل أسود، ونص معلقة بهار مشكل. هنقلبهم كويس. طبعا هاي الوصفة عن جد طعمها لذيذ ومقرمشة. هون جبنا المية السليق تبعت البطاطا، هنحط فيها الأصابع البطاطا وهنحطها على الطحين. هنرد نحطها في المي وهنرجع نحطها في الطحين، هنحطها في المي. هون بدنا نعملها ل3 مرات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو واكتبوا لي هي الوصفة عجبتكم ولا لا بالكومنتات. هي احنا خلصنا وهنبلش نقليهم. تعالوا يلا نقلي. هون حطينا زيت على النار، وهنحطهم على. طبعا ما بدنا نخليهم يتحمروا كتير، بدنا بس لونهم الذهبي تبعهم. طبعا هيكمل السوا بالزيت، وهي النتيجة بتقرمش. سامعين بتقرمش؟ طعمها روعة، وإن شاء الله صحتين وعافية